لو أنت ممرض وعايز تسافر ألمانيا وتبعت ورقك مكتب المعادلة وتحديدًا ولاية شمال الراين، خلّي بالك في نقطة مهمة جدًا لازم تعرفها، أنت محتاج تثبت فعليًا إنك ناوي تشتغل في الولاية، وده بيتم عن طريق 4 طرق. أول حاجة يكون معاك عقد عمل أو معاك قبول من مكان عمل في ألمانيا في النوردراين. تاني حاجة إنك تتواصل مع على الأقل 3 مستشفيات، بتتواصل عن طريق الإيميل، بيبعتوا لك، بتبعت لهم، بتاخد الإيميل وتقدّمه كوثيقة رسمية. تالت حاجة بتعمل حاجة اسمها Standortvermerk، بتعملها من جهة اسمها ZSPA Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung، يعني الجهة المركزية لمعادلة الشهادات. إحنا هنا بنتكلم عن جهة رسمية بيديك إثبات رسمي إنك ناوي تشتغل في ولاية معينة زي النورد راين، بتقدمها كبديل رسمي تغنيك عن عقد العمل، تغنيك عن عقد العمل وبتثبت نيتك وتمام و100% الورقة دي تثبت صلتك بالولاية. رابع حاجة يعني لو ربنا كرمك إن شاء الله يعني وبقابلني إنك تبقى عايز تعمل مشروع في النورد راين، يا رب أنا كمان، وتبعت له بقى التفاصيل، هعمل مشروع في الحتة الفلانية في المكان الفلاني وكده يعني. بس خلّيني أقول لك في طريقة استثنائية، طريقة بالنسبة لي الحل السحري، حاجة منتهى الجمال، يعني ورقة تحطها مع الانتراج تكتب فيها كلمتين شكرًا خلص الكلام. إيه هو ده؟ ده حاجة اسمها Absichtserklärung، ورقة بتتعمل بتكتب فيها نيتك إنك هتشتغل في الولاية دي، ويعني الحمد لله أغلبية الناس بييجي لها يعني قبول. عشان أكون صريح معاك وراعي ضميري يعني، عشان بس أبقى يعني من جوّه كده عملت اللي عليّا، الورقة دي رسميًا، رسميًا خاصة بالناس اللي عايشين في دول الاتحاد الأوروبي. بس للأمانة يعني أنا عملت الورقة دي لأكتر من 5، ال5 مش عايشين في الاتحاد الأوروبي، هم عايشين في مصر عادي يعني، والحمد لله جالهم قبول. فأتمنى إن شاء الله إن هي ما تُقفش، يعني إحنا الدنيا ماشية وتمام، أتمنى الأمور تمشي وتفضل ماشية وما تُقفش يعني. فتعملها إزاي بقى الAbsichtserklärung دي؟ أنا يا سيدي عملت لك نموذج محترف هاشرحه لك كلمة كلمة، سطر سطر، تطلع من الفيديو تعمل Absichtserklärung ونتعلم مع بعض ألماني، تمام؟ جاهزين؟ يلا بينا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. أول حاجة تعالى أوضح لك كلمة Absichtserklärung معناها إيه. Absicht يعني نية، Erklärung يعني شرح أو توضيح أو تفسير، جاي من الفيرب erklären. Absichtserklärung معناها إن أنا هوضح له أنا ببعت الورق ليه أو أنا بوضح له نيتي. ده ملف أنا عامله PDF إن شاء الله هسيبه لك في آخر الفيديو. ده نموذج ممكن تعمل زيه بس هتعمل بياناتك الشخصية عليه. هقراه لك كلمة كلمة وافسره لك واحدة واحدة بحيث ان انت ان شاء الله بعد لما تخلص الفيديو تعرف تعمل ابزيشت اكليرنج لنفسك، وفي نفس الوقت تتعلم الماني، لانك اكيد وانت بتتفرج على الفيديو وبتبعت ورقك اكيد انت لسه في بداية مشوارك في اللغة الالمانية ومحتاج تحسن اللغة الالمانية. فانا هقرا لك الملف واحدة بواحدة ان شاء الله وافسر لك كل كلمة. بما ان الابزيشت كليرنج ده ورقه انت بتبعتها لمكتب المعادله، فانا هتعامل معاها نفس معامله الخطابات. هبتدي اقول sehr geehrte Damen und Herren، ايها السيدات والساده. dies ist eine Erklärung von mir، هذا شرح مني، تفسير مني، توضيح مني، وتكتب الاسم بتاعك زي ما موجود في جواز السفر. das ich beabsichtige، ان انا بانوي او عندي نيه in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten، ان انا اشتغل في ولايه النورد راين. deshalb لذلك würde ich gehen أنا يشرفني أنا حابب، ده فعل في الكوميونيتيف سفاي بنستخدمه دايما لما بتيجي تطلب بأدب. meine Gleichwertigkeitsbescheinigung، الكلمة هتلاقيها طويلة بس احنا هنقسمها واحدة واحدة الأمور هتوضح أسهل. gleich يعني متساوي أو نفس الشيء، wert يعني قيمة، Gleichwertigkeit يعني متساويين في القيمة، هو المعنى الحرفي لكلمة مساواة أو معادلة. الاس دي اس الملكية، بيشاينيجونج يعني شهادات. الكلمة على بعضها Gleichwertigkeitsbescheinigung معناها معادلة الشهادات أو تسوية الشهادات. an die Anerkennungsstelle اللي هو المكان الخاص بالاعتراف، الجهة الخاصة بالاعتراف. in Minister schicken إن أنا أبعتهم في الجهة الخاصة بالاعتراف في المدينة اللي هي مينستر. الكلام اللي أنا قلته لك يمشي على أي حد، ممكن تاخده نسخ ولصق ما عنديش مشكلة خالص وتغير اسمك.
هننزل بعد كده على الجزء التاني من أبزيشت كليرون، وده حرفيا الخلطة السحرية أو التركاية، أو ممكن تقول عليه كده بالمصري حتة صايعة. أنا لو جيت سألتك دلوقتي وقلت لك أنت ليه عايز تسافر ألمانيا، هترد عليا تقول لي ده أنا ليا ناس أصدقاء كتير كلهم سافروا وقالوا لي إن السفر فرصة كويسة، فأنا عايز أسافر زي الناس دي. حرفيا أنا كتبت اللي أنت بتفكر فيه، بس الطريقة لما يراها الموظف اللي هيشوف الورق بتاعك يتعاطف معاك ويديك قبول. عملت الموضوع ده مع 5 أشخاص والحمد لله نسبة النجاح كانت 100%. الخمسة جالهم فولشتندش يعني ورقهم كامل، وكلهم جالهم بشايد. إن شاء الله لو ربنا كرمك وعملت الورقة دي وأنت بتقدم على ولاية النوردراين وجالك بشايد، وبكتب لي في التعليقات لأن الموضوع ده فعلا هيفرحني. تعال أقول لك أنا كتبت إيه. Ich möchte Ihnen mitteilen، أنا عايز أخبركم dass ich viele Freunde in Deutschland habe، إن أنا عندي أصدقاء كتير في ألمانيا. دي als Krankenpflege in، وهتكتب المدينة اللي انت عايز تشتغل فيها. لو ما تعرفش مدن في النورد راين اديك امثلة: بون، كولن، دوسلدورف، اسن، دورتموند. دول كلهم مدن في النورد راين. سوابايدن. الكلام معناه انا عايز اخبركم ان انا عندي اصدقاء شغالين ممرض او ممرضة في ولاية النورد راين في المدينة اللي انت هتكتبها. Sie haben mir von ihrem beruflichen Alltag in der Stadt erzählt. هم حكولي عن وضعهم المهني أو حياتهم المهنية في المدينة عاملة إزاي. Was mich sehr beeindruckt hat، اللي حرفيا ممكن نقول عليه بالمصري كده اللي خطفني أو اللي شدني اللي لفت انتباهي. beeindrucken يعني يعطي انطباع. beeindrucken. beeindruckt هنا الصفة معناها إن أنا يعني الحاجة دي لفتت انتباهي، شدتني. Deshalb habe ich mich entschieden، لذلك أنا قررت nach Deutschland auszuwandern، إن أنا أهاجر لألمانيا أو أسافر لألمانيا. ملخص الكلام: أنا أعرف ناس كتير في المدينة الفلانية، الناس حكولي يومهم عامل إزاي، الوضع عجبني جدا وخطفني وشدني، عشان كده أنا عايز أهاجر لألمانيا. شفت الطريقة؟ هي الطريقة دي أنا عايزك تكتب زيها بالظبط. أنا فوق قلت لك خد الكلام زي ما أنا عامله لك ما تغيرش فيه. النص اللي أنا كاتبه التاني ده أنا عايزك تغير فيه الصيغة نفسها، الفورموليرونج. يعني هتكتب نفس المعنى نفس الفكرة، هتاخد الفكرة وتكتب زيها، لكن ما تكتبش زيها بالنص عشان ما تبقاش يعني مقفوشة من الآخر يعني. هننزل بعد كده على الجزء الأخير من أبزيشت كليرung، وفي الجزء ده هتكتب فيه معلوماتك الشخصية. في الجزء ده هتكتب فيه أنت مدرسة، معهد، كلية، عندك خبرة ما عندكش. وبديهي هتكون المعلومات الخاصة بيك، فما ينفعش تاخد الكلام بتاعي نسخ ولصق. أنا كاتب لك فوق das ist nur ein Beispiel، ده مجرد مثال. فأنا هتقرأ معايا المثال بحيث إن أنت تبقى عارف الفورموليرung، الصيغة اللي أنت هتكتب فيها إزاي. للعلم الشخص اللي في المثال مع مدرسة ومعهد وكلية ومعاه خبرة، فطبيعي انه كان يجيله اعتراف كامل، والحمد لله جاله اعتراف كامل. تعال نقرأ ايه اللي مكتوب. Ich habe die Pflegefachschule in Ägypten absolviert. أنا تخرجت من المدرسة الفنية للتمريض. البيان النجاح أو شهادات التخرج أو المسميات بتاعة المؤهلات هتلاقيها تختلف من شخص لتاني. فعشان كده أنا يفضل تكتب الطريقة أو تكتب الصيغة اللي المترجم هيكون كاتبها لك في ورقك. يعني المترجم كان مترجم للشخص دوت إن المدرسة الفنية للتمريض اسمها بفليجا فاخشولو، فأنا كتبت نفس اللي كاتبه المترجم بحيث لما يبعت ورقه يكون في تطابق ما بين اللي هو مترجمه وما بين اللي هو بعته. فأنا أنصحك تعمل كده برضه. Dann habe ich das Medizintechnisches Institut abgeschlossen. بعد كده تخرجت من المعهد الفني الصحي. Danach habe ich die Hochschule für Pflegewissenschaft abgeschlossen. بعد كده تخرجت من كلية التمريض، وزي ما اتفقنا المسميات بتختلف من مترجم لآخر. Dann habe ich mein Praktikum absolviert. وبعد كده خلصت الامتياز بتاعي. Außerdem verfüge ich mehr als 5-jährige Erfahrung in der Pflege. بالإضافة لذلك أنا عندي أكتر من 5 سنين في التمريض. Gehen würde ich mich in Deutschland als Pflegefachkraft arbeiten. يشرفني أو يسعدني إن أنا أشتغل في ألمانيا كممرض. كده نكون كتبنا أو نكون خلصنا كل الأجزاء المعلومات اللي احنا محتاجين نكتبها في الأبزيشت كليرونج. هنقفل بعد كده الأبزيشت كليرونج زيه زي الخطاب بالظبط، هنكتب في Ihre Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. لأسئلتكم أنا يعني جاهز لأسئلتكم في أي وقت. Ich danke Ihnen im Voraus. أنا بشكركم في المقدمة
وبعد كده هتنزل على ميتفروندليشنج غوسن وتمضي بخط ايدك. وبكده نكون الحمد لله كتبنا وخلصنا لابزيشت كليرون. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت أوصل لكم لابزيشت كليرون بالطريقة اللي تقدروا تفهموها. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وتشترك في القناة، وإن شاء الله الPDF هسيبهولك في التعليقات.